السكر على الصابون السايل فكرة جهنمية، بجد بجد ندمت إن من زمان جدًا جدًا ما كنتش عارفة الفكرة دي، فكرة حلوة جدًا هتعجبِك، الفيديو مليان أفكار تستاهل الدعم باللايك الحلو وكمان الاشتراك الجميل، فعّلي زر الجرس على الكل عشان يوصلِك مني كل جديد إن شاء الله، معاكم قناة شُغلة وحكاية، ساعات بتيجي لنا حكايات جميلة جدًا أو حكايات كمان ساعات بتكون صعبة شوية، لكن الحكاية بتكون تستاهل إن هي بجد تقولوا لنا فيها رأيكم، كمان بنعمل أفكار منزلية وتدابير منزلية حاجات تستاهل بجد بجد إن أنتِ تتفرّجي عليها وهتعجبِك بجد كتير جدًا. احفظي الفيديو عندِك عشان الفيديو هيكون مهم إن شاء الله، وأفكار بسيطة جدًا لكن هي مهمة جدًا هتعجبكم إن شاء الله. طبعًا النهارده معانا شوية صابون سايل كده، نُص إزازة صابون سايل بس يكون مركّز، ومعاكِ كده أي نوع من السُكّر، سُكّر التموين بقى السُكّر العادي الأبيض، هتجيبي كده معلقتين من السُكّر وهتحطّيهم على إيه، على الصابون السايل. هاقول لِك دلوقتي إحنا بنعمل كده ليه. بجد بجد الأفكار دي تسلم صاحبة الأفكار، شكرًا بجد بجد لصاحبة الأفكار، أفكار مش حصرية ولا حاجة، لكني فعلًا أنا استفدت بيها، باحاول إن أنا أقولها لأخواتي وحبايبي وأصحابي من جميع أنحاء الدول العربية والعالمية، إن إحنا بجد نستفاد بيها. هاقول لِك دلوقتي على الفكرة دي إحنا بنعمل كده ليه، بس أهم حاجة هتدوّبي الصابون كويس جدًا في السكر. في حد هنقول هنعمل إيه، هنعمل الحلويات والّا هنعمل إيه؟ لأ والله مش هنعمل فكرة حلوة. هتجيبي بقى كده طوب يعني سلطانية، طبق صغير، بولة صغيرة، أي حاجة. دلوقتي أنتِ لو عندِك مثلًا عزومة وفوجئتِ لقيتِ الصابون خلص منِّك أو ما عادش إلا شوية صغيرين جدًا وقدامِك كمية كبيرة جدًا من الأطباق والكوبايات وعايزة تغسليهم وأهم حاجة كمان وأنتِ بتغسليهم إن الجودة بتاعة الغسيل بتاعِك تكون حلوة جدًا. يعني الأطباق نضيفة، كمان المعالق نضيفة والكوبايات تكون بتبرق. طبعًا السكر النهارده هيزوّد معاكِ الكمية. طبعًا هنزوّد كده حبّة صغيّرين خالص على الصابون، معلقتين صابون سايل، كوباية مَيّة صغيّرة جدًا مع نُص معلقة أو ربع معلقة من السكر، هاورّيكِ بقى الرغوة دلوقتي عاملة إزاي. أولًا هيزوّد نضافة الصابون، هيزوّد الكمية كتيرة جدًا، شايفة عاملة إزاي؟ نقطتين صابون سايل مع معلقة من السكر أو نُص معلقة من السكر، عايزة أقول لِك هتدّيكِ كمية رغاوي وكمية نضافة، عايزة أقول لِك والله هتزوّد ال ال كمية النضافة بتاعة الصابون، يعني هتعلّي كمان التيست بتاع الصابون، حلو جدًا، 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 شايفة الرغوة عاملة إزاي؟ كمان الريحة بقى، وعايزة أقول لِك هتعملي أكبر كمية من الأطباق والكوبايات لو أنتِ عندِك عزومة بأقل التكلفة، طبعًا الصابون السائل دلوقتي عاد بمبالغ وقدرها، والفيديو الجاي إن شاء الله بتاع بُكرة إن شاء رب العباد، بإذن الله هاقول لِك على فكرة حلوة أوي، أوي، أوي هتخلّيكِ تعملي الصابون السائل الجيركن طبعًا أو الإزازة الكبيرة بتاعة نوع من الأنواع يعني، في ناس بتقول عليها مقاطعة، لكنه ال4 كيلو اللي إحنا طبعًا متعودين عليه موجود، غِلي بطريقة يا جماعة غير طبيعية. الفكرة التانية بقى والفكرة دي برضه هتعجبِك جدًا، الفكرة دي حلوة جدًا، جدًا صدقيني واعتمديها. هتجيبي ليمونة، أي ليمونة عندِك، وهتبشريها بشر يكون يا ريت يكون خشن شوية، مش ناعم أوي. هاقول لِك على الفكرة دي لو أنتِ عروسة جديدة أو مقبلة على الجواز، أو أنتِ كمان سِت بيت ممكن تكون الفكرة دي غايبة عنِك، في ناس كتير ممكن تكون عارفاها، لكن الفكرة بجد ممتازة. كتير مننا بتكون ساعات حاطة حاجات كتير في التلاجة والروايح بتختلط، يعني في حاجات بتيجي على حاجات. هاقول لِك النهارده على فكرة عايزة أقول لِك جهنمية وببلاش إلا ربع، والله بجد ببلاش إلا ربع. شايفة اللي إحنا حطيناه ده حطينا إيه، جبت ليمونة وحطيت عليها معلقة من كربونات الصوديوم، وهتقلبيها كويس جدًا من غير بقى أي سوايل خالص، خالص ما فيش أي حاجة، إحنا ما استخدمناش إلا معلقة واحدة من كربونات الصوديوم مع ليمونة، بس كده. دي الخلطة لأ لسه كمان نحط عليها نضيف عليها مكون، بس اوعي تكوني لسه ما دعمتنيش بلايك حلو منِّك، لايك حلو منِّك كده وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، وإن شاء الله فيديوهاتنا هتعجبِك. هتجيبي بقى معلقة من إيه، معلقة من البُن، البُن بتاعنا الجميل العادي، طبعًا بقى سادة بقى متاح عندِك. بُصّي أنا مش هاتعبِك معايا، عشان أنا وعدتِك إن أفكارنا كلّها تعتبر ببلاش، حاجة كده اللهم بارك ببلاش. ليمونة ومعلقة كربوناتو وحبّة من الإيه، القهوة أو البُن، أي نوع بُن، هتقلّبيه كويس جدًا. هتبقى دلوقتي معاكِ كورة تقريبًا شِبه متماسكة، شايفة عاملة إزاي؟ أي نعم هي مش ماسكة أوي يعني، لكن عايزة أقول لِك هتبقى متماسكة معاكِ شوية بس صغيّرين كده هتبدأ تنشف، هتحطّيها بقى في علبة صغيّرة خالص
في أي رف من الباب التلاجة هتسحب كل الروايح. عايزة أقول لِك هتخلّي التلاجة بتاعتِك دايمًا نضيفة. طبق صغير خالص كده بتاع الcupcake مثلًا، ممكن تكون طبق ورق من اللي هو اللي بنعمل فيه الcupcake ده، صغير كده وفي باب التلاجة، أو تعمليها على كِوَر صغيرة يعني تحطيها كورتين كده في باب التلاجة، واحدة على الرف. عايزة أقول لِك هتسحب كل الروايح، وبجد الفكرة سهلة خالص، خالص، وتقدري تعمليها في ثانية. وعايزة أقول لِك فكرة هتعجبِك، والله الفكرة هتعجبِك. هنجيب بقى كمان الفكرة التالتة، والفكرة برضه ممتازة، هتجيبي كده معلقة من الشطة وترشيها على السيراميك عندِك، والفكرة دي طبعًا هتفيدنا كتير جدًا في الصيف. هاقول لِك دلوقتي إحنا بنعمل كده ليه، بجد الشطة ممتازة يا جماعة. طبعًا السيراميك بتاعنا مهما ننضف كل يوم، مهما طبعًا بنعمل إحنا في الصيف، والولاد برّه طبعًا إحنا بنحاول إن إحنا كل يوم نمسح، لإن طبعًا البهدلة بقى والحر والكلام ده. هاقول لِك إحنا بنعمل إيه، والفكرة بجد دي ممتازة جدًا. برضه فكرة موفّرة جدًا وبأقل الإمكانيات. عندِك أي نوع من الخل، هتجيبي بولة كده وتحطّي فيها ربعها خل، ربع الكمية خل أو ربع البولة خل، تمام؟ حابة تضاعفي الكمية، ضاعفي كل الكميات، ما فيش مشكلة بالنسبة لي خالص. هتجيبي أي نوع بقى من الدوني، أنا طبعًا كنت عاملة معاكم دوني قبل كده، والدوني ده اللي هو الأزاز الصغيّرة، ولو حابين أعملها لكم تاني فاكتبوا لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله أعيد معاكم التجربة تاني. حلو جدًا وموفّر جدًا، جدًا، وكمان مش مقاطعة، وده أهم حاجة عندنا اليومين اللي إحنا عايشينهم بصراحة يا جماعة. هتقلّبي الخل كويس جدًا مع الدوني، خل ودوني بس كده. لسه هنكمّل بقية الكمية أو بقية الخطوات، لكن عايزة أقول لِك حلوة جدًا، جدًا، جدًا. الفكرة بجد ممتازة، الفكرة بجد هتعجبِك، لإن إحنا كُلّنا، كُلّنا في جميع أنحاء العالم بنعاني دلوقتي من الحشرات، الحشرات اللي هو النمل والصراصير، وطبعًا أي حاجة بقى. ساعات بتجيبي الهدوم من على الحبل برّه، وساعات بتلاقي عليها والله حشرة خفيفة كده صغيّرة كده، وتكوني أنتِ مش شايفاها. هتقلّبي الشطة مع الخل مع الدوني، عايزة أقول لِك ريحة الدوني مش هتروح، لكن هتبقى كويسة جدًا وهتدّيكِ برضه عطر. حابة تحطّي عليها معلقة من الملح، ما فيش مشكلة خالص. الناس اللي بتحب تمسح بالملح الخشن عادي جدًا، جدًا، برضه بيطلّع الملح الخشن، بيطلّع الطاقة السلبية من البيت، وكمان حلو جدًا، جدًا، جدًا. هتقلّبي كل الكمية دي كويس، وهتحطّيها على إيه، على جردل بتاع المسيح اللي أنتِ بتمسحي بيه الشقة كل يوم. وبجد عايزة أقول لِك ممتازة، خلطة حلوة جدًا، تمنع معاكِ أي نملة، أي صرصور صغير جاي من البلكونة كده والّا كده، أي هاموشة، أي ناموسة، حلو جدًا، جدًا، وهيقضي على الحاجات دي كلّها بسهولة جدًا. طبعًا إحنا بنمسح كتير في الصيف، فالفكرة دي حلوة جدًا، بدل ما تحطّي الملح أو الدوني لوحده، وساعات في ناس بتمسح بخل، ضيفي عليها معلقة من الشطة، وبجد الفكرة هتعجبِك، صدقيني جرّبيها وهتعتمديها إن شاء الله. وسيّفي الفيديو عندِك وابعتيه لأصحابِك وحبايبِك واخواتِك وقرايبِك عشان قناتنا تكبر بيكم. ويا ريت كده ما تنسيناش بالدعم، حلو منِّك، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض إن شاء الله.